السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه النهاردة؟ بقى عندنا أكلة بصوا خطيرة. أنا جايبها لكم من قناة جنبينا كده. عجبتني فقلت ايه نجربها. اوكي. بصوا هي اصلا شكلها تحفة تحفة وطعمها، بصوا انا كنت عايزة اكمل صراحة بس ما قدرتش، كانت سخنة مولعة لسه خارجة من الفرن. بس ما شاء الله، يعني هي قبل ما اخرجها بره على السفرة كان مثلا نصها اتاكل يعني. بصوا بقى، اول حاجة هنعمل ايه، هنعمل معلقتين، هنعمل بشاميل كده، شوية بشاميل صغيرين خالص، معلقتين دقيق مع معلقتين زبدة على زيت. هنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هننزل عليهم باللبن بتاعنا. نزود شوية مية او شوية شوربة على حسب اللي عندك، مفيش مشكلة. هنحط قرص مرقة. ونظبط الملح بتاعنا والفلفل. انا بحب احط كمان سنة حبهان. وبحب صراحة ازود الفلفل الاسود، بتبقى بالبشاميل بيبقى طعمه حلو قوي لما بيبقى كده. احنا كده كده مش عايزين بشاميل كتير. هنقلبه كويس، اول لما يتقل معانا شوية كده ويتزبط خلاص ايه هنطفي عليه ونشوف بقى هنعمل ايه. احنا هنعمل صينية بطاطس بس مختلفة ايه شوية عن اللي احنا بنعمله. بصوا هنجيب البطاطس هنقطعها شرايح زي كده، بس شرايح رفيعة مش تخينة، رفيعة علشان تستوي معانا بسرعة. هنحط عليها توابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكمون و... وبهارات. ممكن نحط شوية بابريكا، ممكن نحط شوية كركم. وهنتبلها بيها كده ونقلبها فيها كويس. تمام زي ما انتوا شايفين كده، نتقلب معاها كويس جدا. وبعد كده هجيب القالب بتاعي، هحط فيه معلقتين بشاميل. هفردهم كده في القالب وشوية جبنة موتزاريلا ايه صغيرين بس كده. وبعد كده هرص البطاطس بتاعتي في القالب. اكون مسخنة الفرن كويس علشان هحط البطاطس تاخد تستوي. وبعد كده هكمل بقى ايه باقي الحاجة اللي هتتحط عليها. بجد هي تحفة قوي قوي، الأكلة دي جميلة جدا وحلوة ومختلفة عن اللي احنا متعودين عليه. بصوا زي انا رصيتها زي ما انتوا شايفين كده، هدخلها بقى الفرن عقبال لما ايه هقول لكم هنعمل ايه تاني. هنا عندنا معلقة زيت واحدة. ودي بصلاية مقطعينها صغير، هنقلبها فيها نشوحها فيها كويس. وبعد كده هنحط ايه، هنجيب سجق بلدي. بصوا بقى انتوا ممكن يعني مش شرط يكون سجق، على فكرة ممكن تعمل بأي حاجة تاني، ممكن لحمة مفرومة، ممكن فراخ. بصوا يعني الحاجة المتاحة عندكم، بس بصراحة السجق مديها طعم وريحة يعني خطير. وكل ما كان السجق بتاعنا حلو وطعمه حلو، كل ما هيخلي الصينية بتاعتنا دي طعمها أجمل. بصوا أنا شوحته وبعد كده حطيت عليه ده فص توم كده بحتة فلفل حامي. وهنا كمان فلفلاية خضرة رومي مقطعاها برضو صغير وحطيتها عليها، نقلبهم كويس. وهجيب 3 طماطميات متوسطين، هضربهم في الكبة وهحطهم كمان ايه عليهم، وهسيبهم بقى ايه يتسبكوا كده مع بعض شوية، تكون البطاطس خرجت من الفرن. وبعد كده بقى ايه اقول لكم ايه هنعمل ايه. وطبعا هتظبطي الملح وكده كده السجق بتبقى عليه كل التوابل بتاعته. انا خرجت اهي البطاطس هي كانت استوت. هنحط عليها بقى السجق بتاعنا، هنفرده كده كويس. وهجيب بقى الايه باقي البشاميل اللي انا عاملاه هحطه عليها. احنا زي ما قلت لكم مش عايزين بشاميل كتير، هو يا دوبك طبقة خفيفة من فوق بس كده زي ما هتشوفوا كده. بصوا هما شوية دول بس كده، يا دوبك هفردهم على الصينية بتاعتي كويس. وبعد كده هديها رشة جبنة موتزاريلا، وادخلها الفرن بقى علشان ايه، علشان وشها يحمر زي ما انتي عايزة بقى. لو انتي حاسة ان البطاطس لسه ما استوتش شوية برضو ايه خليكي مولعة عليها من تحت شوية وبعد كده الشواية. بصوا زي ما انتوا شايفين بقى، تحفة جميلة قوي قوي وسهلة جدا جدا. ما خدتش وقت خالص وطعمها تحفة وجديدة. بجد عجبت الولاد جدا جدا يعني.
بصوا خطيرة 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 بجد، لازم تجربوها، وكمان احنا في الشتا بقى والحاجات السخنة دي بتبقى حلوة قوي يعني.